يا الله، السلام عليكم يا جماعة، كيف الحال؟ اخباركم؟ اسعد. اقرب يا ولد ماي، والله تغذى. طيب يا وربي ما يصير، كذا ترجع وكنا ولا صار شيء يعني، ولا كانك كم سحبت يا ولد انا فوق 8 اشهر. طيب يا جماعة الخير، ورب الكعبان ما ابغى اطول عليكم، مرة ما ابغى اطول عليكم، والله احس ما اعرف كيف اسوي المقدمة، والله احس بدني ما تعودت عليكم، احس اخجل. اولا صار عندي مساحه يا رجل، اقدر اتشقلب، والله اقدر اتشقلب يا رجل. طيب يا سؤال بلا استحبال، ايش صاير؟ طيب يا جماعه الخير، خليني اصارحكم شيء، انا سحبت، ادري اني انا سحبت تقريبا، انا ساحب لمده 8 اشهر، ولكن انا ابغى اشرح لكم حرفيا انا ايش اللي صار معي، تمام؟ طيب يا جماعه الخير، اذكر كذا قبل فتره كنت اكلمكم عن كان عندي اختبارات نهائيه كذا، وان اول ما اخلص الاختبارات النهائيه اني انا المفروض ارجع واصور لكم. اللي صار كالاتي، خلص الاختبارات النهائيه وحرفيا جاي بحماس، ورب الكعبه جاي اتذكر اني جاي من الكليه، كنت ارتب المكان وكذا، المكان غرفه، والله يعافي يا جماعه الخير، انا انسان مو مرتب. والله يا اخي يا رجل، احنا عائله، خلاص انا مو انسان ما مرتب، خلاص. الوضع صار كالاتي، كانت غرفه مره خابصينها فوق تحت. الوضع كالاتي، انا برجع البيت وباذن الله كنت بجهز السيت اب وكذا والى اخره، بصور لكم خلاص ونرجع حماسي كذا الى اخره، ولكن هذه الاحداث اللي صارت لي يا جماعه الخير. اول حاجه صارت لي وانا كنت اصور، حرفيا انا كنت قاعد اصور فيديو، كنت قاعد اصور فول جايز، وانا قاعد اصور هذا الفيديو نقع علي البي سي حرفيا اوف، وما كنت ادري ايش صاير، حرفيا كنت مره خيفان، وكنت اشم ريحه حريق وكذا الى اخره، وما كنت حرفيا كنت خايف، كنت والله مره خايف، فصلت البي سي كله، والله صراحه كنت خايف لاني اشغله مره ثانيه. المهم اعطيت اخوي وخبرته شوف كذا، ورسلت له الفيديو، عارفين هذا هو الفيديو. بعد ما انفجر البي سي، بعد ما فحصناه وكذا الى اخره، بعد ما تاكدنا انه خلاص كل شيء ما في شيء والامور طيبه وخلاص، صار الوقت ان احنا نرجع اليوتيوب باذن الله، يعني نفتح سلسله جديده. صارت لي سالفه ثانيه، صار عندي انتفاخ في العين. حلو، الحين عيني كنت يعني ما اقدر اشوف بيها زين، وبنفس الوقت كانت مره منتفخه يا رجل، كانت تعورني مره، فحرفيا ما كنت اقدر يعني اطلع للسوشيال ميديا وانا بهذا الشكل، تمام؟ وهذا الفيديو ثاني يوريكم الحدث اللي صار. طبعا عيني وارمه، هذه ما هذه الوارمه، هذه الوارمه، ما ادري ايش صار كذا هذا. طيب يا جماعه الخير، بعد ما صار هذا كامل، جت الفتره اللي هو احنا كان عندي كذا اجتماعات مره مهمه وكذا الاخر، كنت اساعد بالجامعه وكذا الاخر، فحرفيا ما كنت اقدر اصور لاني كنت اطلع من الصباح وكنت ارجع كذا العصريه او بالليل، فما كان عندي وقت يكفيني، وبنفس الوقت احنا عندنا يعني واجد عندنا حركه وازعاج وكذا، وما كنت اقدر اصور حرفيا. وبعدين كذا خذت لي شهر زياده، ما مفروض يا جماعه، انا ماشي افرط. المهم يا جماعه الخير، هذا المكان باذن الله اللي راح نوصل ل 100,000 مشترك، وهذا المكان اللي راح ناخذ فيه الدرع ال 100,000 باذن الله، الواحد لحد راح نعلقه بهذاك يا جماعه، والله خلنا مكان اوروبي بناخذه هناك باذن الله. طيب يا جماعه الخير، رب الكعبه ما ابغى اطول عليكم، احداث القناه الجديده باذن الله تعالى راح ينبث في منصه كيك، الحين انا شغال على الموضوع باذن الله، بس باقي لي كذا اضبط الايرادات وكذا الى اخره، وباذن الله بنبدا نبث. البثوث راح تكون يوميا باذن الله، ما حددت توقيت للحين، بس بنحدد ان شاء الله في الايام الجايه. الشيء الثاني اللي كذا ابغى اتكلم عنه، ان خلاص ان شاء الله من هذا الفيديو باذن الله تعالى راح نفتح سلسله جراند، حندخل جراند الحياه الواقعيه، وخلاص انا اوريدي تكلمت كذا مع سيرفر معين اللي هم ابيك سيتي، رابط سيرفر ديسكورد ابيك سيتي موجود تحت بالدسكربشن، اللي حاب ينضم ويلعب معنا هناك بالسيرفر حياك الله. يا جماعه الخير، ترقبوا المحتوى القادم باذن الله، يكون محتوى اسطوري يا رجل، رب الكعبه اني مره متحمس، وباذن الله راح يكون رجعه اسطوريه ان شاء الله، نصمد ونواصل بهذا المنهج. شيء الخير يا جماعه، شيء الخير، الفترة القادمة بإذن الله راح أفتتح كلان رسميا، راح أفتتح الكلان، ما راح أذكر التفاصيل الحين، ورب الكعبة ما أبغى أشتتكم، بس إنه راح أفتح كلان بإذن الله تعالى. كلان حرفيا كبداية راح تكون فقط يوتيوبرز، وبعدها راح نضيف لاعبين وكذا والآخرين، ولكن كبداية راح نكون يوتيوبرز فقط. طبعا يا جماعة الخير، والله ما أبغى أطول عليكم، يوم ممتع بإذن الله، ترى الفيديو ما في شيء بنكون راح نسويه، فترقبوا الفيديو الجاي، ترقبوا البثوث اللي جاية، ورب الكعبة بنسهر مع بعض، و as always see you, I love you all. ابلع.